السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب ألف خير. ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النهاردة يا حبايبي هنعمل رز وكوسة بالثوم. الثوم بيخليها ريحة حلوة وبيخليها طعم حلو، مش تخليني أقولك. يبقى معانا طماطم، ومعانا راس توم، ومعانا بصلة حلوة كبيرة نعمها كده عشان ايه؟ الولاد عندي مش بيحبوا ياكلوا البصلة التخينة كده شوية، يعني يحبوا البصل قليل في الأكل وتكون ملهاش أثر. في ناس كتير كده، فايه مش بكتر بصل، هي بصلاية كبيرة وحلوة يا دوب اهي، حلوة يا دوبها ماشي، مش بكتر البصل. طيب يا حبايبي، ده كيلو كوسة عليه حوالي، هنقول مثلا يعني كيلو إلا واحدة إلا اتنين، هنقول كيلو إلا ربع طماطم، وهنحط معلقتين صلصة والراس التوم الحلوة دي والبصلة، ونطبخ ونشوف هنعمل ايه تاني. عايزة اقولكم بس يا حبايبي، الفيديو بتاع الحلاوة الطحينية معلش سامحوني على يعني مش وضحت لكم في المقدمة. انا بزعل من نفسي والله، انا بزعل من نفسي على نسياني في الكلام، واللي زعلني اكتر ان انا مش بفتكر واتراجع في الكلام، لا يعني ببقى مصرة اصرار على الغلط. عمالة اقولكم الطحينة ومش الطحينة، وانا بتعمل حلاوة، فما اتذكرتش الا وانا بسمع الفيديو وانا بمنتج. زعلت من نفسي خالص، يعني طب ما الوقت يفتكروا، يعني ما الوقت يقولوا ايه يعني؟ طب هي بتعمل طحينة وحطها في الصينية ليه او ايه؟ المهم يعني سامحوني على اللخبطة دي، وانتوا جيت وضحت في الاخر كده ان اجت لروحها، يعني ان دي حلاوة طحينية وانا بحطها في العلبة والكلام ده. فاللي هيسمع الفيديو يسامحني، واللي سمعوه يسامحوني على المقدمة بتاعتي اللي هي غير واضحة. مش تنسوني من اللايك يا حبايبي، انا اتكلمتكم امبارح على اللايك وبرضه مفيش لايك. معلش خلوها عليكم انتوا شوية، واعملوا حطوا لايك على الفيديو، حطوا لايك على الفيديو يا حبايبي، جزاكم الله خيرا. وانت بتسمعي الفيديو كده روحي حاطه صبيعك على ايه، نقول ايه، على اللايك، واعملي لايك لأم شوشو. اني بحبكم في الله جدا جدا جدا، مش تنسوني من اللايك يا حبايبي، والاشتراك يا حبايبي، بارك الله فيكم. يلا نشوف الطبيخ ونشوف هنعمل ايه، وارجع لكم تاني يا حبايبي. يلا يا حبايبي، بنحمر البصلة، هنزل بالطماطم كده حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كذا تتجلى كده، بس لما فتحت التليفون خدت لون شوية اللي أنا مش عايزاه يعني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. معايا التوم يا حبايبي، هنزل بيه ني كده على التخديعة على طول. تتسبك في بعضها، بتخلي ريحتها حلوة، طعمها أحلى. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حبايبي، حطيت الكوسة أو نزلت بالكوسة هي على التخديعة، على البصل، على التوم، على الطماطم، تتسبك في بعضيها. نجيب بقى الملح، ونجيب الفلفل الأسمر، شوية كمون، شوية كزبرة، شوية ما هي ايه يا رب اللهم ذكرني بيها، مرقة الدجاج الخضار تخلي طعمها حلو. ماشي. يلا يا حبايبي نشوف بقى الكوسة. حطيت لها ملح، حطيت فلفل أسمر، حطيت شوية كزبرة، حطيت فلفل أحمر، شوية شطة يعني،
شوربة الخضار لسه هحطها، نسيت احطها، ربنا ذكرني بيها. يلا هروح اجيبها واحطها واغطي عليها ونشوفها لما. يلا حبيبي نحمر الشعرية عشان نطبخ الرز مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي زيت عباد الشمس او دوار الشمس بالكريستال يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مش عايزين نغمقها قوي، غامقة قوي ولا فاتحة قوي، اللون الذهبي الحلو ده. يلا هنزل بالرز. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب بسرعة. احط الرز اقلب على طول عشان الشعرية مش هنحرق مني. مش استنى لما احط الرز في كله، لا احط شويه وبعدين بقلب، روحي نقلب وبعدين احط الرز، بقيت الرز تاني على مهل كده. كده احنا قلبنا الشعريه عشان ما تنحرقش منا اهو. شوفوا لون الشعريه حلو ازاي. يلا احط الملح واحط القاعد واحط بقيه الرز واشوح في الرز شويه حوالي دقيقه. ماشي، اشوح في الرز زي ما اتفقنا 100 مره. نشوح الرز شويه عشان الرز يتغمس بالماده الدهنيه يعني تحس ان هو بيتحمر مع الشعريه كده، تحس ان الرز بتخف في ايديكي، يديكي طعم جميل. ماشي، مش تحط الرز وفوق منه الميه على طول مباشره، لا، قلب فيه شويه اللي هو التشويح يعني زي كده. يلا يا حبايبي، يلا يا حبايبي خلصنا طبيخ. ادي الرز ما شاء الله قدام حضراتكم. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا هغرف طبق رز وطبق كوسه وارجع لكم عشان اعرف اغرف، عشان ماسكه التليفون بايدي يا حبايبي. ادي الطبيخ يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. لونها حلو جدا يا حبايبي، طعمها وريحتها ما شاء الله، التوم عامل عمايله يعني. خلاص كده شفنا ايه الطبيخ. انا غرفت الاكل، غرفت طبق رز وطبق كوسه. وادي الرز يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الرز وادي، تعالوا نلف كده. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. الى حضراتكم ادي الرز وادي الكوسه، نشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي النهارده 13 شعبان، كل سنه وانتم طيبين. صيام، انا كنت صايمه، انا كده بعد المغرب يا حبايبي، يعني كده ممكن يعني يعتبر بفطر معاكم. ماشي، بكره 14 بعده 15. اللي مش صامي النهارده، لو الفيديو ربنا صلح له الحال ووصلكم الليله دي اللي هي ليله الخميس او يوم الخميس، ان شاء الله بكره صيام وبعده صيام. بكره 15، لا بكره 14 ليله 15. بكره ان شاء الله الموسم، موسم شعبان ليله النص، كل سنه وانتم طيبين.
يبقى يوم 13 و14 و15 الصيام، هما من كل شهر عربي، مش الشهر دي بس، من كل شهر عربي التلات أيام البيض، اسمهم التلات أيام البيض، ال13 وال14 وال15. المفروض إن احنا نصومهم لوجه الله الكريم، بس هما حلوين حلوين جدا للي يصومهم يعني. فالنهارده لو الفيديو ربنا صلح الحال ووصلكوا قبل بكرة يعني إن شاء الله، اعملوا حسابكم، اللي عايز يصوم يصوم، وجزاكم الله خيرا. معاش تليفون في إيدي، دايما التليفون كده بيتهز في إيدي، معلش يا حبايبي. كل سنة وانتم طيبين، مش تنسوا الصيام أحسن من الدنيا كلها، ونهار الشتاء قصير وبعدي بسرعة يعني. ماشي، أضوج معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو، اللهم بارك. حلوة. خلاص يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين، كل فيديو وانتم طيبين، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.